يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا، حبايبي وصحابي واخواتي. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد كله بركة وطاقة ونشاط. النهاردة يوم التلات بالنسبة لي، اليوم اللي بملى فيه بيتي خير. يعني باختصار، يعني أنا بس بروح السوق، بجيب كل اللي ناقصني يوم التلات، ده السوق بتاعنا يوم التلات. تمام. بالنسبة لنا نعتبر يوم التلات ده أول الأسبوع. ليه؟ لان احنا بنتسوق في حاجته الاسبوع كلها بيلف الاسبوع. بنيجي اليوم التلات تاني عشان نجيب حاجتنا. تمام. عندنا سوق برضو الحد وعندنا سوق الخميس، بس الافضل عندنا بيكون سوق متكامل، سوق التلات. جبت كده منه عنب، جبت كيلو من العنب وكيلو تين ونص كيلو برقوق. وكانت الأسعار يعني التين والبرقوق كانوا ب60، والعنب كان ب30. وجبت كمان دي القتة كانت ب10 جنيه. جبت كده 2 كيلو، أرخص بكتير من الخيار. دايما، يعني لو في بديل للحاجة الغالية هاتيها. يعني الخيار ب20 جنيه وب25 جنيه، والقتة ب10 جنيه. تمام. وفي ناس جابتها أقل من 10 جنيه، فالقتة بديلة للخيار يعني. خليه أسبوع كده وأسبوع كده، أو حتى هاتي قتة لحد ما الخيار ينزل شوية. تمام. احنا بنمشي نفسنا، بنكيف نفسنا على قد فلوسنا وعلى قد الحاجة اللي معانا. جبت كده ربع من الفلفل وربع من الليمون. بصراحة أنا مش عارفة سعر الفلفل كام. الليمون ده كان أزيد من الربع ب5، يعني الربع كان ب4 جنيه. قلت له حط بالخمسة على بعض. طيب، وجبت الطماطم كانت بكيلو ونص ب10. دول كده كانت 2 كيلو أو 3 كيلو، مش فاكرة. كانت الطماطم الأسبوع ده جميلة جدا، حمرا وناشفة. وإن شاء الله ربنا يملى بيوتنا جميعا بالخير والبركة، ويبارك لنا في رزقنا يا رب. اللهم آمين. وجبت كمان بتنجان. ده البتنجان كان كيلو وربع ب5. كان جميل جدا، ينفع للمحشي. كان في كبير بس كان كله سرح. يعني كبيرة وصغيرة كان كله سرح، ما كانش في حاجة معوجة كده ولا كده، فكله كان ينفع للمحشي. وجبت كمان بطاطا. البطاطا دي كانت ب10 جنيه. هي طالعة بقالها شوية حلوين، بس أول مرة نجيبها، يعني أول أسبوع نجيبه. وجبت كمان بطاطا للفراخ وللطيور. لو عندك طيور دي البطاطا بتكون بديلة للعلف، يعني بتكون رخيصة وبديلة للعلف في نفس الوقت. جبت كده بطاطس، كانت أغلى حاجة، كانت ب15 جنيه. جبت 2 كيلو. أنا دايما بحب أجيب الأسبوع بأسبوع، الحاجة تكفيني الأسبوع فقط لا غير. يعني اللي يخليني أجيب الحاجة وتقعد أسبوعين عندي، لا، ملهاش لازمة تقعد أسبوعين أو تقعد زيادة عن الأسبوع. حاجة في التلاجة بتكرمش، بتبوظ، بتضرب منك. احنا الجو حر والحاجة في التلاجة بتبوظ. فهاتي الاسبوع باسبوع، لو تجيبي على قدك، ما تجيبيش حاجات كتير ولا حاجات. انا بجيب على قدي حاجة الاسبوع بس. دي البطاطا اللي انا كلمتكم عنها كانت ب5 جنيه. يعني دي كانت ب10 ودي كانت ب5. جبتها كده وهمسكها مبشرة وهبشرها وأحطها للفراخ وللطيور، جميع أنواع الطيور. بجد بتخلي يعني بتخليهم يزيدوا في الوزن، وبديل العلف جميل جدا ورخيصة. تمام. جبت كده سمك زي ما انتم شايفين، نخشوش السمك أحمر، ده كان الكيلو ونص ب100. فبالنسبة لي ده جميل جدا. حجم متوسط، لا كبير ولا صغير، وسعره مناسب جدا. تمام. زي ما انتوا عارفين، احنا 3 أفراد، أنا وعيالي وزوجي مش موجود مسافر. فبالنسبة لي ده كويس جدا. وكمان هنا مليت طبق في مية عشان اغسل الفاكهة بتاعتي والخضار. بس ما تغلطيش غلطتي وتغسلي التين، لان انا بعد ما غسلت التين وحطيته في التلاجة، هو كان جاي جميل جدا، ما فيهوش اي حاجة. لقيت في بعض يعني من المية بتحسوا ان هو بيبوش، او ما تعرفيش إيه اللي بيحصل له، فممكن تلاقي طعمه اتغير، لسع سنة، بعض واحدة باظت. فالأحسن ان هو ما يتغسلش.
الأحسن كمان إن انتي تاخدي طبق أو علبة بغطا، وانتي بتشتريه ترصيه كده، ما اللي هو ما تشتريهوش في الكيسة عما تروحي البيت بيكون في الكيسة. يعني مثلا كنت تلاقي فيه عجن من الشيل والحط اتبهدل. تمام. كده غسلت الفاكهة بتاعتي، علشان طبعا أولادي بيفتحوا التلاجة وممكن ياكلوا حاجة كده على طول. وكمان غسلت الخضار، بغسل الطماطم. انا كده كده بغسلها لما باجي استعملها، بس قلت بالمرة اغسلها. تمام. والقتة كمان غسلتها. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة، المربع الاحمر اللي تحت الفيديو مكتوب عندك كلمة اشتراك، يا ريت تضغطي عليها عشان تشتركي في القناة. وعندك هيظهر لك علامة الجرس، تفعلي علامة الجرس علشان كل ما انزل فيديو او انزل اي حاجة توصلك. ونكون عيلة كبيرة بإذن الله تعالى. وما تبخليش عليا بالاشتراك والدعم، وما تبخليش عليا تكتبي لي كومنت حلو زي كده. يعني اي حاجة مش عاجباكي في الفيديو، اي اسعار مش عاجباكي، اي حاجة لو حابة اعمل لك فيديو معين عن حاجة، يا ريت تشاركيني وتشجعيني باللايك والاشتراك والكومنت اللي هتسيبهولي. انا هفرح جدا 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 لو سبتيلي اي حد فيكم لو ساب لي كومنت، حتى لو هتنتقديني. شوفي ايه اللي مش عاجبك. انا بقبل جدا الانتقاد. يعني هطور من نفسي، على اقل حاجه هطور من نفسي، مش هزعل منك خالص. ده السمك كده بعد ما نضفته وملحته، حطيت عليه ملح وعصرت عليه ليمون. انا عندي كده كان عندي ليمون ناشف من الاسبوع اللي فات. مسكت كده منه ليمون وعصرته على السمك. ما عصرتش من الجديد لان انا عندي الناشف ده باخده مثلا اعصره على السمك، اعصره على اللحوم. لو فراخ عندك تنقعها ولا كده بتعصري عليها ليمون. هاخد من الناشف واسيب الاخضر دوت اعمل منه عصير. اعصره كده عمال بليمون، حتى هيصبر معايا لتاني اسبوع على ما اخلص القديم. ولو فضى عندك ما تسيبوش يبوظ في الفريزر وحطيه، هتلاقي له استعمالات كتير. يعني ممكن تطلعيها كده متلجة وتحطيها مع المية بتاعت النقع بتاعت الفراخ، هتلاقيها ان هي التلج فك، هتفتحيها تعصريها ترجع كأنها انت جايبها صبح. وكمان هنعمل الدقة بتاعت السمك دي، اسمها الصلصة بتاعت السمك، هنعملها كده بس بتكون خفيفة، ما بتكونش تقيلة. تمام. انا كده فرمت طماطم مع فلفل مع اللهم صل على النبي مع التوم، كله مع بعضه كده عشان ما يبانش الفلفل ولا التوم في قلب الصلصة دي. وحطيت كمان ملح وكزبرة وفلفل اسمر وكمون عادي جدا، وهسيبها تتسبك زي تسبيكة اي حاجة عادية، زي تسبيكة المحشي. يعني شوفي المحشي انت تسبيكة المحشي بتسيبيها لما تطلع الإيدام بتاعها اللي هو الزيت او السمنة او اللي انت حطاه. ده دي نفس الطريقة، بتسيبيها لما تتسبك كده، وبعد كده بتزيديها شوية مية عشان تخف. تمام. هنا هعمل لحبايبي الرز. حطيت كده شوية زيت وهنزل بالشعرية. ولما الشعرية تتحمر يعني يكون لونها ذهبي كده، انا عارفه ان انتوا كلكم شطار بتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس انا حبيت اشارككم يومي واشوف اوريكم يومي ماشي ازاي، بحلو وبشين وبمر بكل حاجه حلوه فيه، باي تعب فيه. انا بوريكم يومي ماشي ازاي. هنا ما كانش عندي غير طبق الرز دوت، فلسه ان شاء الله هروح نبيض الرز في مكنة اسمها مكنة البياض أو مكنة الطحين. دي اللي بنطحن فيها القمح والغلة أو سوري، القمح والذرة عشان يطلع دقيق. والرز اللهم صل على النبي. بنطحن بنبيضه، اسمه بياض. بنبيضه في مكنة البياض دي أو مكنة الطحين علشان يطلع لنا السرس اللي هو القشر بتاع الرز لوحده والرز لوحده. الناس اللي قاعدة في المدن طبعا ما تعرفوش الكلام ده، احنا فلاحين فعلشان كده عارفين الكلام ده. الرز قبل ما بيجيلكوا في الأكياس أو في الشكاير بيكون كده، وبيدخل بيعدي على المرحلة دي عشان يوصل لكم أبيض. وكمان المكنة دي بتزيته.
عشان اللي هو يفضل معاكي وقت طويل. كده انا زودت الصلصة مية علشان تبقى خفيفة، بتتحط على الرز. تمام. وكده عندي التلاجة بتاعتي كانت نظيفة. هرص كده فيها الحاجة اللي انا جايباها النهارده من السوق. الدرج ده ما بحطش فيه طماطم، انا بحط فيه البطاطس بتاعت الاسبوع. لو سبتها بره بتضرب مني او بتكرمش مني. لو هتحطيها في التلاجة بتفضل طول الاسبوع، والله والله لو فضلت معاكي شهر ما بيجرالهاش حاجه. انا افتكر السنه اللي فاتت البطاطا قعدت معايا سنه، والله سنه بحالها. كنت ناسيها في درج التلاجة، اللي هو مفيش نفس، اللي هو يعني طنشتها، ما تعرفوش إيه اللي حصل. والله قعدت معايا سنة بحالها في التلاجة، ما جرالهاش اي حاجة. تمام. انا كنت جايبة كمية وكنت باخد منها، يعني على حسب برضو يعني ما نفسك تهفك ان انت تاكليها. تمام. كان عندي تفاح من الاسبوع اللي فات، ورصيت كده حاجتي. وده كان اللهم صل على النبي، شفت الليمون الناشف اللي انا قلت لكم عليه. ودي كده البطاطس اهي، حطيتها في جنب. وكمان هجيب البطاطا احطها في الجنب التاني. وكمان يا حبيبي لو لقيتوا البطاطس اللي هي الرفيعة بتاعة السلق ممكن تجيبوها، يعني مثلا ما تجيبوش كل بطاطس كبيرة، ده بيوفر معاكي. يعني بيكون النص بالنص بالظبط في السعر. ده كان برطمان، كان جردل عاملة فيه مخلل. ان شاء الله نعمل مع بعض مخلل. المخلل دوت جميل جدا. كنت عاملاه بس على القناة القديمة اللي اتقفلت. فهعمل معاكم ان شاء الله مخلل، وهنعمل مع بعض كل حاجة، وهنعلم بعض كل حاجة. محدش بيتولد عارف كل حاجة. تمام. هنا السمك بعد ما اتملح شطفته شطفة كده، وحطيته في الدقيق، وحطيته كده في الزيت عشان ايه يتقل. طيب تمام كده. وخلصنا كده الغدا. وبألف هنا وشفا اللي هياكل. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله